يسعد اوقاتكم بكل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. كل عام وانتم بالف خير وعيد سعيد ان شاء الله على الجميع، ويا رب الصحه والتوفيق والعافيه. اليوم فيديونا هو كليجة. اخر ناس نسوي كليجة. كل عيد لنا طريقه، وكل عيد نجرب عجينه جديده وحشوات مختلفه. فاكتبوا لي انتم شنو اكثر حشوه تحبوها. اليوم سوينا تمر وجوز والحلقوم، وهماتين حشوه صغيره بقت بالجبن. من أطيب أنواع الكليجة اللي جربناها، هشة وناعمة ورقيقة وكلش طيبة وبالزبد، وما تاخذ من عندنا وقت هواي بالشغل. حتى نسويها نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونبدي فيديو اليوم. راح نحتاج كيلو من الطحين، ما سويت كمية كبيرة. راح نضيف فيها 600 غرام من زبد، يا أما بس حيواني يا أما حيواني ونباتي. أنا هنا خلطت حيواني ونباتي، وهذا الشي يرجع لكم أكيد. راح نستمر نفرك بها إلى أن يختلط كل الزبد ويا الطحين وتوصل لهذا الشكل مثل الرمل. راح نبدي نضيف باقي المكونات الجافة اللي عندنا. راح نضيف رشة من الملح، طبعا صار شوي هواي فشلت من عنده. وراح نضيف ملعقة شكر وخميرة، يعني كل شيء على خاشوكة صغيرة، بنضيف كميات كبيرة. والهيل أو حبة سودا، شنو النكهة اللي انتو تحبوها، أو ناس أكو تستعمل بهارات الكليجة، وهذا الشيء حسب ذوقكم. راح نضيف كوب من المي على كل هذا الكيلو. أول شي ضفت نص الكوب حتى أشوف، لأنه يختلف من نوع طحين لطحين وش قد راح يتشرب من المي. راح نبدي نعجن بيها. شوفوا هنا احتاجت فضفت باقي كوب المي. نستمر نعجن بيها أقل شي 10 دقائق حتى تكون عجينة ملسة وناعمة. أول ما توصل هاي المرحلة راح نتركها على صفحة إلى أن ترتاح شوية، يعني فد ربع ساعة نص ساعة. بهذا الوقت نكون حضرنا الحشوات ونبدي نشتغل بيها. أول حشوة راح نبدي بها هي حشوة الجوز. طبعا هنا نظفنا وجرشنا، مجرد مجروس جرش خشن. راح نضيف فيها ملعقة من القرفة، وملعقة من دهن الحر أو السمن اللي عندكم إياه، وملعقة من ماء الزهر وشوية أكثر، وأكيد سكر بودرة. راح نخلط كل المكونات حتى يتكون عندنا بهذا الشكل. بنلمها تلم، وأول ما نفركشها تتفركش الحلقوم. مجرد إنه نمرده بهذا الشكل، ما راح نضيف له أي مكون ثاني. حشوة التمر اللي هي عشق كل الناس، راح نضيف بيها معه خاشوقتين من الدهن، وراح نضيف قرفة أو هيل أو اثنيناتهم سوية. اكو ناس تضيف قهوة، اكو ناس تضيف كاكاو بودرة، هذا الشي يرجع لكم. طبعا العجوة عندي جاهزة وتقدرون تفلسون تمر وتستعملوا. راح نبدي نشكل الكليجة، والأكيد الكل يعرف يشكل، والقوالب مختلفة. طبعا سوينا أكثر من نوع. أنا اشتغلت هاي النوعية، وماما اشتغلت الكليجة اللي مسويها وياكم قبل الفيديو بعنوان كليجة أمي. راح أترك كل روابط الكليجة اللي مسويها قبل بصندوق الوصف، تقدرون ترجعوا لها وتختارون النوع اللي يعجبكم إذا حبيتوا تجربون أو تسووها. بعد ما كملنا تشكيل كل الكليجة، راح ندهن الوجه مالتها بصفار أبيض ويا شوية فانيليا أو شوية خل أبيض حسب المتوفر. راح ندخلها على فرن محمي على أعلى درجة حرارة إلى أن تستوي وتاخذ لون. هذا شكلها، وهاي كل الكمية. طبعا الكميتين اشتغلنا قلت لكم على طريقة ماما، وهاي الطريقة، وإن شاء الله تعجبكم. جربوها ودعوا لنا. نشوفكم فيديو جديد وأفكار جديدة. مع السلامة.